ابتداء من الثلاث اللي فات بدا المعهد البرتغالي للبحر والجو كيرصد تشكل عاصفة أطلسية قرب جزر الأزور، وخدات اسم فرانسيس باش يسهل التواصل والتحذير عليها. فرانسيس عبارة عن منخفض جوي أطلسي عميق تشكل نتيجة تصادم كتل هوائية باردة من أصل قطبي مع هواء دافئ ورطب قادم من العروض شبه مدارية. هذا التصادم كيدفع الهواء الدافئ إلى الصعود، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الضغط الجوي السطحي وتكون نظام ضغط منخفض. ومع تغذية قوية من التيار النفاث القطبي في الطبقات العليا تعمق المنخفض وتقوات الرياح اللي كتدور حول المركز ديالو عكس عقارب الساعة كما هو معتاد في نصف الكرة الشمالي. ونتيجة هذا التموضع الجوي وبحكم تواجد المرتفع الجوي الأزوري شمال جزر الأزور، الباب مفتوح لفرانسيس باش تحرك تدريجيا نحو غرب وجنوب غرب الحوض الأطلسي، الشيء اللي كيسمح بوصول تأثيراتها إلى السواحل الأطلسية ديال بلادنا. فرانسيس كتميز برياح قوية واضطراب بحري ملحوظ مع توقعات بتساقط غيث وفير على عدد من مناطق المملكة إن شاء الله. نبداو بالرياح وهبات الرياح، بحيث متوقع من بعد صلاة عصر يوم الجمعة تبدا تنشط رياح مستمرة سرعتها ممكن توصل حتى ل 50 كيلومتر في الساعة بين أسفل السويرة إمسوان وإمتانوت وبين شرق ميدلت وإلى غاية تندرار. ويومي السبت والأحد تكون جد نشيطة تقريبا في جل مناطق بلادنا. أما هبات الرياح فغتكون أقوى وسرعتها ممكن تجاوز 75 كيلومتر في الساعة نهار السبت بين جديدة أسفل السويرة وإمتانوت، وفي الشرق بين بوعرفة تندرارة قرسيف ووجدة. اما في باقي مناطق بلادنا فسرعتها تكون كتراوح ما بين 30 و 50 كيلومتر في الساعه. اما يوم الاحد فسرعتها ممكن تجاوز 75 كيلومتر في الساعه بين اصيله العرائش قنيطره رباط الدار البيضاء وبين مكناس الحاجب ازرو وافران، وغترجع تكالما الاجواء يوم الاثنين. اما الغيث فاول جبهات فرانسيس تدخل اجواء بلادنا من بعد صلاه مغرب يوم الجمعه بين قلمين تيزنيت اكادير، وفي الساعات الاولى من يوم السبت غتكون اقوى بين امسكرود ايمنتانوت الصويره اسفي جديد وبين سيدي افني اكادير ولا التايمه تارودان شيشاوه ومراكش، وبشكل اقل قوه بين بن قرير سطات دار بيضاء رباط سلا وقنيطره. وغتمتد لوسط المغرب وجوج سلسله الاطلس الكبير من الجهه الشماليه والجنوبيه ديالها، وجوج المناطق اللي جات بين قلعه صراغنا دمنات ازيلال بني ملال خروكا خنيفره وإفران وبين بولمان وطاط الحاج ميدلت الرشيدية وجوج سلسلة الأطلس الصاغر. جبهة ثانية تدخل أجواء بلادنا يوم الأحد تقريبا تشمل نفس المناطق اللي ذكرتكم، زائدة تكون أكثر عطاء حتى في الشمال والريف وصولا للوجدة، وما غادي ترجع تبدا تستقر الأجواء حتى العشية يوم الاثنين إن شاء الله. الثلوج متوقع تنزل بشكل كبير في جول جبال الأطلس الكبير من الغرب إلى الشرق بين ليلة الجمعة وإلى غاية مساء يوم الأحد فوق ارتفاع 2400 متر. البحر غادي يكون هايج على طول الواجهة الأطلسية وعلو الموج ممكن يوصل ل5 أمتار بين عشية الجمعة وصباح يوم الاثنين، وبالتالي خاصنا ناخذ الحذر ديالنا ونكونوا على بال خصوصا مع تراكم الغيث بشكل كبير، الشيء اللي ممكن يسبب سيول مفاجئة في عدة مناطق. كما يجب التأكد من أن الطرق آمنة قبل من التنقل. فنرجو تعميم النشرة ونتمنى أن الواقع يكون أفضل من التوقعات. طبعا هذا والله أدرى وأعلم، وإلى جديد آخر أستودعكم الله.